شايف اللي كان بيحصل؟ كان كابوس فعلا. كان ممكن يقتل شيفير. قالوا إنها كانت متعلقة على الفوم ومثبتة على السيليكون كده. السقف اتشال، مش بس ده، في الفتحات، يعني اللي ما كانش عليه فوم. شوية صغيرين من القصة اللي قبل كده. الصداقة الحقيقية بيني وبين كونستانتين بدأت في أوائل سنة 2022 لما عمل باب مبتكر ودافي جدا ومكون بنسبة 90% من مادة البوليسترين. البوليسترين ده نوع من الفوم. وقتها فجأة أدركت بوضوح إن الباب ده ممكن يبقى نافذة لحياة جديدة في مجال البناء بالنسبة له، وفتح الممر الخلفي. الباب ده كونستانتين ممكن نقول انه يتعلق بفكرة البناء باستخدام البوليسترين المقوى بالبثق، وعمل فاصل جديد خفيف لكن قوي. في بيته الريفي القديم قرر يعمل ملحق ضخم من غير اطار، والملحق ده اكبر من البيت نفسه. في بداية بناء الملحق ده قدرت انا كمان اشارك فيه. من المادة المبتكرة والدافئة دي عملت بيت مريح لحيواني الأليف اللي بحبه، وكمان عملت منها حمام خارجي ممتاز على الطراز الريفي الأصيل، وزودت أرضي الكبيرة اللي مساحتها فدان براحة إضافية. من الفوم المسلح صاحبي بنى كمان مخزن كبير وواسع، لكن ده كان مجرد البداية. بعد كل ده كونستانتين الشجاع والحازم بدأ يبني الدور الثاني والثالث. المرة دي استخدم تقنية البناء بالهيكل، بس برضو الجدران كانت 90% منها فوم. الهيكل ده معمول علشان يربط البيت الريفي القديم بالملحق الجديد في مبنى مبتكر من 3 أدوار، واللي خلاص ما ينفعش يتسمى غير فيلا. شاركت تاني في تركيب أرضية السقف بين الأدوار، وساعدت صاحبي علشان يحقق حلمه بسرعة في تراس مسقوف خاص بيه، والمرة دي الأرضية كانت من خشب اللاركس. السنة اللي فاتت كونستانتين غطى البيت كله بسقف متين لفرحة الناس الطيبين وغيرة غيرهم. في نوفمبر 2024 وريتكم ازاي باقي المباني المصنوعة من الفوم بتشتغل. طول السنين صديقي كونستانتين عمره ما قصر معايا. هو شارك في اختبار الدش الصيفي المبتكر بتاعي اللي معمول 90% منه من الفوم اللي اسمه بينوبلكس. بينوبلكس ده برضه نوع من الفوم. أكتوبر سكايا في مشروع بيت ب$1000 ساعدني في تركيب مادة سقف مبتكرة ودافئة في نفس الوقت، واللي زي كل حاجة جديدة معمولة 90% منها من البوليفينيلين سلفيد. على مدار السنين دي أنا وصاحبي زرنا ناس كتير من اللي بيبنوا بنفس الطريقة دي. مؤخرا حصل إعصار قوي جدا في قرية كونستانتين، واللي للأسف ما عداش من غير أثر. علشان كده عشان أعرف الإعصار خد إيه وإيه الجديد اللي حصل في مجال البناء عند صاحبي السنة اللي فاتت، أنا رايح تاني بسرعة لكونستانتين. أنا شايف إن الفيديو ده اتصور بطريقة عكس التلفزيون، وقررنا ما نمثلش دور المذيع والضيف ولا حتى دوري أنا. في رأيي ده غالبا بيبان غريب أو سخيف، وبسبب كده شايف إننا قدرنا نشيل القناع اللي كان على وش كونستانتين، القناع اللي بيحاول يستخبى وراه ويخبي حقيقته كشخص بيفكر. عشان كده خلينا نمشي بالترتيب. أهلا بيكم أغاني ياشا كوسياك عن الحلول الجديدة اللي بتقلل تكلفة البناء. كأنك فرحان ماشي ومبسوط. أنا مش فرحان، فرحان إنها صمدت. بس زي ما شايف شجرة البتولة اللي وريتها لك، كل حاجة وقعت. مش عارف أصور نفسي ولا أصوره هناك. أنا أظهر هنا وهناك، أنت أصغر هنا. هنا طبعا. إيه؟ قد إيه؟ 3 شهور هيكفي كله؟ يا نهار أسود، شايف السقف اتشال إزاي؟ مش بس أنا، حتى الحمام اتأثر مع كل البنايات السريعة دي بتاعتكم. ده مش فوم عادي؟ ده فعلا فوم، وكل حاجة كانت ملزوقة بسيليكون. بصراحة اللي ريحني شوية إن أثناء العاصفة في الحمام الحاجة الوحيدة اللي اتأذت كانت السقف اللي مش معمول من الفوم، اللي معمول من الزجاج، ومفصلات الباب اللي برضه معمولة من الفوم. وهتعمل إيه دلوقتي؟ طيب، علشان كده ما يحصلش كده تاني، أنا بعمل هنا ظل هوائي
وزرعت شجيرات في الأربع جهات، يعني في الأربع أركان، وكده ده هيحمي من الرياح دلوقتي. بس الأحسن أصلا ما نعملش سقف خالص، علشان كده التهوية بتبقى كويسة وكل حاجة في مكان واحد. وكمان المنظر من هنا جامد جدا، بص يعني. ايوه، في فعلا حاجه كده. ياشا طلب مني أقول حاجة كويسة. طيب بص، الإعصار فعلا كان قوي. شايف الشجرة اللي واقعة هناك؟ وبص هناك كمان في شجر، ده من الإعصار اللي فات أو اللي قبله، لما كان في الرياح جاية في الاتجاه ده، بس المرة دي الرياح كانت أقوى بكتير في الاتجاه ده. بص هناك في شجرة بريزة واقعة، وكمان واحدة تانية، وهناك في شجر أوسينا حوالي 3 شجرات كمان، وكل حاجة هناك واقعة، وهناك كمان كله واقع. واحنا بنعدي بالعربية الدفع الرباعي حوالين المكان، كان في أشجار كتير واقعة، وكل حاجة كانت واقعة. في شجرة تفاح واقعة كده هناك وقعت، بس دي برية يعني مش مشكلة. وأنا ماشي لقيت شجرة حور كبيرة واقعة هناك. كويس لحد متصدقش. في الفيديو اللي فات انا وريتكم تركيب الساونا، البرميل، والنقاد اشاروا لاحتماليه وجود فواصل، وان دي اصلا فكره غلط للساونا. انا مش موافق. عشان كده الكشك اتأذى. زولك أنا مش هقرب لك دلوقتي، أنت هتبلني. وبعدين لو ما حطيناش الشبكة ده ممكن يحصل. الزاوية دي بلاتون كسرها، قعد عليها، الوزن تقيل قوي، وفي شبكة من تحت، وأظن كده مش في كل حتة عندي كفاية. ساعتها كان بيخلص، ومن الناحية التانية النصاب ده كان بيهرش. هرشها جامد يا ساتر. شايف؟ لازم أعيد كل حاجة من الأول. لازم نغطيها ببلاط الأسطح المرن. دلوقتي في حاجة غريبة هنا، لسه واخد بالي دلوقتي، دي جديدة ومقطوعة. ازاي قدرت تعمل كده أصلا؟ قولي يعني. العشه بتاعت جولك معمول فيها مخالفات كتير في ابسط القواعد، وده هو النتيجه اللي مستنياها. فيديوهاتي الجديده بتنزل على روتيوب الاول. دردشة مع الغلاية، أيوة شغلت كل حاجة. أوه اشتغل، والحطب دخل لوحده. استنى، بيكتب إنه اتثبت. لا، كل حاجة شغالة، مفيش حاجة دخلت. لو الحطب موجود هناك هيمسك نار. والمصباح ليه؟ مش هنقدر نشوف جوه الحلة لأن مفيش إضاءة. كل حاجة اتحرقت. استنى، في خشب لسه، ممكن ما نحطش تاني. هنشوف كمان. هما بس اتجمعوه هناك. يتبع. واضح انه مش بيولع، شكله علق. هو بس عدا اكتر من يوم من ساعة ما حطيت الحاجة. كنت فاكر انه هيطلع جزء جديد ولسه فيه تكملة، بس لسه ما اتحرقش. تخيل، بقالي 4 أسابيع مشغل التدفئة في نفس المكان. لا، وما نضفتش الغلاية كمان. لازم تتنظف أصلا. أيوة فعلا، بدأت تظهر طبقات من 3 أو 4 أسابيع، وأنا بقالة فترة بشغل الغلاية. شايف؟ بدأت تشتغل هناك. يعني فتحت الباب، كملت. أيوة أنا شلتهم، كانوا فوق بعض، 2 فوق بعض وحاجة كده، لأني كنت برمي هناك شوية خشب مش متكسرين كويس. يعني أكبر حاجة ممكن تدخل هناك حطيتها في القاع، وفوقهم حطيت خشب عادي، مع إني ما عنديش خشب كويس. أنا أصلا بشغل الغلاية بأي حاجة، حاجات بايظة وخشب معفن. السحب كويس، بس المشكلة إنه بيسحب في الاتجاه الغلط، مش في الاتجاه الصح. أيوة دلوقتي كله هيتظبط. ليه بتنور هناك؟ أنا طفيت، لما أشغل هيبدأ يشتغل وبيكتب. مينفعش أعمل حاجة دلوقتي. لا، أنا اللي وقفت التهوية دي، هي بتضخ أكسجين هناك، وساعتها بيشتغل عندي. أنا عامل الشفاط مخصوص عشان يسحب الهواء من الشارع مش من البيت. كل حاجة هناك نورت. أظن كده أول أكسيد الكربون بدأ يطلع.
أيوة بيطلع، بس مش داخل البيت، ده خارج على الشارع. عادة بياخد كل حاجة هناك. ماشي، جه هنا. لازم نبص هنا بالمرة، هيملوا المكان دخان في كل حتة. لا، هنا مفيش حاجة مسدودة. بصراحة انت بدأت تتعب خلاص، خلي بالك مني. أنا بتعب بس من هزاركم الكتير، أنا مش بهزر، أنا عارف إحنا ناس جادين. الناس الجادين ما بيجوش هنا. جودة الحطب ممتازة. الحطب ده هيكفي لحد المساء أكيد. دلوقتي عشان النار تولع أسرع فتحت القوقعة شوية، الابتسامة دي عشان هي شايفة بتبتسم وبتفتح على طول. هنا السدادة أكبر عشان أنا فتحتها، أهي مقفولة كده. الموضوع ده عجبني لأني وأنا بسافر برميها وخلاص. يعني على الحطب الوحش ده بيقعد يولع 30 ساعة، المفروض على الحطب الكويس يقعد يوم أو يومين، وعلى الفحم يقعد 7 أيام كده مكتوب على الغلاية بالظبط. لازم أجرب كمان على قوالب الخس اللي ريحتها وحشة دي. يلا بينا. فتحتها، أيوة القلم بتاع الكتيبة لقيته. المثبت كله ليها. على فكرة النوع ده مش عندي، وفي أنواع كتير قوي على الموقع بتاع بومبولادو. الشعر مش بتشال، الست كانت دلوقتي من غير شعر ماشية في مكان ما. لحد 50 هيرتفع ويفصل، وهنا كمان قوة النفخ دي بتقول. أنا زبطت الحد الأقصى على ما أظن 60، والحد الأدنى 20 أو 25، مش فاكر بالظبط. أنا على 48. شايف؟ أنا بظبط لما. وأنا واقف بعيد، أظن كان في فرق هنا، متظبط على 50 وبيوصل ل70، بس أنا خلاص ما كنتش شايف ده. مع الاشتعال من تحت ممكن الحرارة تعلى فجأة كده، لكن لما أشعل من فوق عادة بحط هنا وبولع هنا، وبتفضل مولع لفترة أطول بكتير، وكمان مفيش ارتفاعات مفاجئة في الحرارة. الفرق بيبقى 20 درجة أو 10 على الأكثر، لكن غالبا حوالي 5 درجات بس. لو ظبطت على 50 هتوصل ل55، وبعدين تنزل ل49 وترجع ل50 وتفصل. وبالقصور الذاتي الحرارة بتزيد 4 أو 5 درجات، وممكن بالضبطات دي تقلل الحرارة، بس أنا لما بسافر بقفلها خالص كده. وكمان أقدر أقلل التهوية هنا، يعني شوف على طول كده القوة زادت. أيوة علشان كده. ما فهمتش حاجة، بس بص هو دلوقتي بيقفل، وبعدين دلوقتي ركز كويس. خلاص هو وقف، وكل حاجة متوصلة بجهاز الطاقة الاحتياطية علشان نقدر نكمل الشغل حتى لو حصل حاجة. دلوقتي هترتفع كمان حوالي 3 درجات، هتوصل ل 52 55 54 55، وده هيكون الحد الأقصى. واضح إن الأرضية الدافية شغالة كويس زي الدواير. انت بقيت تنافس بتروشين؟ برضو هنكشف الكل دلوقتي، هنطلعهم. باشا تعال هنا. أيوة هنا أسخن، الجهاز بيبين كده، مش هزار. كل حاجة شغالة، السخان شغال. في حاجة مش عجباك، إنه بيبين 44.5 درجة. كده مش بيسخن، كده بيسخن. الباب بارد، شايف؟ بارد. هنا الهواء داخل من عند إطار الباب. كنت فاكر الهواء لعب فيك يا ضحك. شايف؟ أكتر من 40، يعني كده. هناك 55 أو 53، المفروض يكون حوالي 53. الحساس بتاعك مش بيضحك عليك، فعلا هناك 53. سر الثقب الأسود مش كده بالظبط؟ لا يعني باين، دي خط التدفئة بتاعك.
انت جبت منين انها خط تدفئة؟ طب ايه دي؟ بجد يعني خط التدفئة أبرد؟ هناك أظن كأنها أبرد. أيوة عشان عندك مياه ساقعة، عشان ده مش بيبين خط التدفئة. لا، بص على خط التدفئة. أو دي أسخن، دي أسخن. فين الدرجات؟ على الشمال، هي دي. أيوة، سيلزيوس 2. سيلزيوس هناك أبرد، أهو كمك شايف؟ أيوة فعلا، شايف؟ أغمق، ده أبرد يعني. أيوة خلاص، هنا خط التدفئة أبرد. وكمان عشان مفيش حاجة تسخن هناك، سائل كريوجيني، مفيش حاجة تسخن، كله معزول كويس جدا، بعزل مية. بالظبط ستاسك، بالظبط. دلوقتي هنفحص الصوبة. بص كله منور. أيوة، هقفل عشان الدفة، عشان مفيش هوا يدخل. فيه تدفئة أرضية، العداد 19 درجة. يا نهار أبيض. هناك 20، يعني دي الرجوع، باين على 19. أيوة شغالة. الدنيا ضلمة وأنا بردانة، ملحقتش أعمل الصوبة. ركبوا التدفئة قبل ما أخلص. ليه؟ أيوة، هي حتى ظهرت مرة واحدة بس برضو ما جابتش ثمار، عشان ظهرت مرة واحدة بس، والمفروض يظهروا مع بعض عشان يجيبوا ثمار. يعني باختصار المفروض إنها هترجع تاني، بس مش أكيد. كلوبنيكا. كلوبنيكا يعني لسه خضراء. الأرض بتبين 10 درجات. بص هنا، الترمومتر لسه هنا. 10 درجات على الترمومتر، و10 درجات الأرض. 11، 10 و7، يعني مش بيكذب. انت محتاج طبعا تبرد شوية. عند المدخل جوا 20، 21، حوالي 20 أو 21. شايف؟ أيوة. أيوة، على الخروج 16 أو 15، ولا ده مش هو؟ أيوة، 17 و16 بيروحوا على الخروج، وبيوصل هنا 20 بدل 40. فيه فقد حرارة في مكان ما. دلوقتي كله بقى بالواي فاي، أنا عندي كله بالواي فاي. هنا في أرضية دافية، يعني كأني كنت بسخن هنا. يعني الحساس ده بتاع الأرضية الدافية زي منظم الحرارة. أنا كنت موصل السخان. قررت أسيب الموضوع بعد ما فكرت إن الشتاء ده تجريبي، وهشوف الصوبة هتتصرف إزاي. واضح إن لازم الأرضية الدافية تتوصل هنا مباشرة، مش عن طريق الصمام الثلاثي اللي فيه منظم حرارة. الميت السخنة هي أصلا مش بتوصل هنا. شايف؟ خط السخونة طويل، وفي الصوبة مهما عزلت ممكن كل الحرارة بتضيع هناك. لازم على الأقل أغطيها بقش، يعني كده. بس في الآخر كله تجربة. السنة دي تقبلت الموضوع، خاصة لما مراكوية اتجمدت. ودلوقتي زي ما هو هزرع شوية خضرة، يمكن بصل أخضر أو سرير واحد بقدونس أو فجل. نشوف. هنا كل حاجة بسيطة، والأرضية من XPS. كربون إيكوتكنونيكو هو اللي هنا فعلا. أيوة، بروفيشنال أظن هو. عليه متفرد التدفئة الأرضية، فيه مواسير مخصوصة للتدفئة الأرضية. إحنا عملناها أعرض عشان كنت خايف أسخن الأرضية أكتر، بس دلوقتي فهمت إنه كان لازم نسخنها أكتر. يعني تحت الزراير في فتحات معمولة عشان الرطوبة الزيادة تخرج والدود يقدر يدخل. الفتحات معمولة بين مواسير التدفئة الأرضية، وهنا معمول طبقة خرسانية والتدفئة الأرضية، وده اللي بيسخن كده. بس إحنا دلوقتي هنشغل التدفئة الأرضية مباشرة، ولو ده مش كفاية هعلق هنا رادياتير. ودي الحيطان معمولة من XPS برضو، سمكها 30، الأرضية 50، ودي 30 على الجوانب و50 على الجوانب التانية. ودي هي الزراير الدافية دي. لازم نسخنهم. طبعا كان المفروض ما يبردوش. لو كنا شغلنا التدفئة بدري كانت الأرض دفيت وكنا زرعنا. دلوقتي ممكن. هناك في درجة حرارة 10، أظن كده كويس. طيب أقول إيه كمان؟ دي الأقواس، وده البوليكربونات. بيقولوا لازم طبقتين، وفي منطق في كده. أنا نفسي كنت بفكر في طبقتين، بس السنة دي قررت أجرب بطبقة واحدة.
لو طبقة واحدة تكفي ليه نعمل طبقتين؟ كل الناس بتعمل طبقتين، طب ليه ما نجربش طبقة واحدة؟ بس كان صعب جدا أبني الصوبة دي، كان الموضوع متعب جدا وصعب قوي. طب ودلوقتي هنعمل ايه؟ الشغل على البلاطة سهل وبنعمل معجون، لكن بسبب طبقة التسوية لازم نحفر كتير وده اللي صعب، إنما طبقة التسوية ممكن نمشيها. كويس إني جبت عمال محترفين، ولادي هم اللي كسبوا المناقصة. الناس بتسألني ليه بدفع لولادي على شغلهم هناك. في شغل أهو، ممكن أقول نفس الكلام عن ولادي. أيوة، في شغل أنا أصلا مش ناوي أعمله بنفسي، أنا كنت عايز وناوي أجيب حد يشتغل، وفي اختيار إني أجيب جاري أو أولادي، وفي مبلغ معين بقول عليه لأولادي الأول زي ما العادة، وهم يا يوافقوا يا يرفضوا، وساعات الموضوع ما يوصلش للجيران أصلا، يعني الجار ممكن ما يسمعش عن الموضوع خالص وخلاص على كده. ولما واحد ما قدرش يخلص لوحده كلهم ساعدوه في الحفر، الفلوس بتتوزع على الباقيين، يعني ده عادل كفاية. هنا الموضوع سهل، 6 أحواض 7 أولاد، واحد بيشتغل لوحده، تقسيم وعلى واحد تقسيم. أيوة، بس مش كلهم متجوزين وخلاص. لموني زي ما البعض بيقول هناك. خلاص مشي، الناس يعني عايش لوحده مش بيطلب فلوس خلاص، وده دعم ومساعدة كبيرة. أو واو، شايف ازاي هناك؟ يعني أنا محتاج أحط فوم هناك، شايف؟ هناك أصلا كل حاجة ملزوقة في الحيطان ومفيش أي فوم محطوط، يعني غالبا البيت منور. الترجمة ظهرت هنا، هنا الشبابيك بتقطع. أيوة، العزل المتقاطع هيحل المشكلة. شايف هنا حتى في الأماكن اللي فيها فوم برضو الفوم على الأعمدة، يعني الأعمدة دي بتكون جسور للبرودة، أعمدة خشب. لازم هيكل، لو كنت عملت من غيره كان هيبقى ممتاز. بص تحت، من غير هيكل فين التجمد؟ هنا أحسن بكتير، يعني كله أصفر تماما. طيب ودرجتين، يعني كده دي الحرارة زي اللي بره، وهنا من الشباك خارج 6 درجات، وعلى السطح هناك كمان 3، يعني باختصار محتاجين نعزل أكتر. وهنا إيه؟ طيب الماسورة طالعة من هناك. أيوة، هنا في الحتة دي تقريبا أهو، وانت شلته دلوقتي كله مش موجود. فهمت، وكل اللي كان لازم يتعمل. سجلوا في كورساتي عن العزل الحراري، يمكن كمان في الكورس الجاي. كل ما تقرب كل ما يطلع الرقم أدق. 34 39. الأنبوبة مش سخنة قوي حتى، يعني الكفاءة كويسة، الكفاءة كويسة طبعا. هما كتبوا ايه هناك؟ الشارع هيغرق، الشبابيك بتسرب هوا، شكلها كده، خصوصا اللي فوق دي، الحفرة السودة دي طبعا بتنور، هنا بقت حفرة حمراء، يعني بنفسجي اهو. يعني الشبابيك اللي فوق عندك مش فعالة قوي في العزل الحراري، والفيلم مش قوي. الأكياس طبعا كان ممكن تبقى أحسن من كده، ما حققتش التوقعات. كأني بلقط على الرادار، تخيل. إني مش قادر أفهم، مش بيفوتوا أي حاجة، أو حتى الناس السكرانين زي الخشب مش بيفوتوا أي حاجة. لا، الشبابيك أكتر حاجة طبعا. وبالمناسبة باين فين اللي متعزل وفين اللي مش متعزل، شايف؟ يعني مش فارقة قوي، مفيش صقيع دلوقتي، لو كان فيه كنا شفنا كل ده أوضح. اتكلمنا عن الموضوع ده كذا مرة، عن البيت ده والدور الأول اللي من غير هيكل، وإحنا لسه قيسنا دلوقتي بالكاميرا الحرارية، هو فعلا أدفى وأكثر كفاءة حرارية من الدور التاني اللي معمول بهيكل، بس الدور التاني أنا هعزله من جوه وهيبقى برضه مضمون. السنة دي في الخريف تقريبا دعمت الواجهات دي والجدران الخارجية باستخدام مادة أقوى، إزاي أقولها؟ مادة متينة أكتر، وكمان فيه شبكة وجبس خاص، هو خليط تقوية
والشبكة نفسها 320 ميكرون اللي هي كثافتها 320 جرام للمتر، مش 160 زي اللي بنستخدمها عادة، لا دي 320. هي فعلا قوية جدا ومقاومة للصدمات وموثوقة وكل حاجة بتثبت فيها. هنكمل. ملحقتش. السنة دي زي ما كنت مخطط، مع ان الخامات موجودة ومستنية وقتها عشان اعمل التشطيب الديكوري، بس ده لسه قدامي. ايوه يا راجل، مفيش وقت لأي حاجة. انا مش عارف ازاي الناس اصلا بتلحق تبني كل حاجة في موسم واحد وبإيد واحدة زي ما بيكتبولي في التعليقات. بحس ان كله بإيد واحدة وفي موسم واحد. كلهم فعلا بيعملوا كده، بيتولدوا ومعاهم المسطرين اللي هو اسمه ايه، الكلمة والملج في ايديهم، وعلى طول بيبنوا. انا مستغرب، اصحابي بقالهم 10 سنين بيبنوا ولسه مخلصوش بيوتهم، عشان يعني يا اما محتاج ميزانية كبيرة تتحط مرة واحدة، يعني يبنوا كل حاجة وخلاص كله يروح مع السلامة وتقدر تعيش. تعمل كل حاجة بنفسك وتعرف كل حاجة ولسه ما تتعبش من ده. وكمان الميزانية برضو مطلوبة، حتى لو للمواد بس. الناس دي محتاجة وقت، ده عشان يبقى في مقابل مادي برضو. يعني لما تشتغل في البناء بتاعك لأنك لازم تصرف على عيلتك، صح؟ أكيد، يعني هتضطر توازن بين شغلك والبناء، وده كله مرهق جدا. لازم نبطل الحكاية دي معانا سواء بالتصوير أو بالبناء. يعني خلاص كفاية، عيش حياتك. أيوة، عشان الإكس بي إس ما يتفتتشش أو يبوظ لازم يتغطى. عشان كده غطيته بخليط جبسي مسلح وبشبكة فايبر جلاس مخصوصة مقاومة للقلويات. لحد دلوقتي قدرت أعملها بس من الجهة الأمامية. هناك لازم أركب صقلات في كل حتة، عشان كده الموضوع متأجل دلوقتي. أما في الأماكن اللي كان فيها وصول سهل من سطح التراس كله هناك جاهز خلاص. اتفضل ياشا، يلا نروح نعمل ساونا. اللي اتغير في الساونا السنة دي إنها بقت أكتر كفاءة في استهلاك الطاقة، لأنها مش محتاجة تسخن الحيطة الطوب اللي ورا التشطيب ده. ورا التشطيب ده في صوف صخري سمكه 50 ميلي، وده كمان كان موضوع عليه جدل كبير. الكل كان بيقول إنه هيسيح أو هيقع أو حاجة هتحصل، بس لحد دلوقتي مفيش حاجة حصلت. أنا غسلتها بجهاز ضغط عالي وده كان قريب وكل حاجة تمام. درجة الحرارة يعني ممكن تطلع منها حاجات أو حاجة زي كده. أنا دورت على النت وشفت مفيش حاجة بتطلع منها في درجات الحرارة اللي هنا وهنا، عمرها ما بتوصل ل200 درجة، وحتى على الحاجة دي كمان مش بتوصل لل200. صوف مخصوص، صوف واجهات مخصوص، يعني هو مجرد صوف وخلاص، يعني مفيش حاجة تانية. هو ده اللي فيه صوف مخصوص للساونا. أيوة، بس ده صوف واجهات، أنا بس ثبتها بالفطرات. مش بتحس بتعب هناك وانت بتعمل ساونا؟ أنا بحس براحة جدا لما بعملها. ده غريب شوية، يمكن يكون علامة على حاجة. الضحك ده مش طبيعي. بنجيب بخاخ الدهان وقبل الساونا بنحط فيه زيت. دي قناة نصائح باتينا أو سدبة، اشتركوا فيها نصائح مفيدة كتير. أي زيت عطري اللي نفسك فيه النهاردة. وبنصب الزيت على الحيطان، لأن في ناس بتحط مية على الحجارة، وده غلط، لأن الزيوت بتتحرق وبتطلع مواد مسرطنة. لكن بالطريقة دي احنا بس بنعطر المكان كله. زيت قوي حسب المزاج، زي ما كان المزاج لافندر المرة اللي فاتت. أما كده مختلف. عندنا زيت بنسيني واقف، هنرش برضو زيت الحمضيات. يعني 47 درجة ليه كده؟ يمكن بقى بيولع أقل هناك. أصل الخشب ده بيبقى زي الزبالة، بيطلع دخان أكتر ما بيولع. المفروض يكون على الأقل كام؟ أنا عادة بحطه على 50، وبصراحة 55 كمان كويس. ممكن تحطه على أعلى أو أقل، يعني المتوسط ممكن تحطه على 60 زي ما تحب. أنا كمان شغلتها على 70 عشان الحطب يتحرق أسرع ويفضل شغال. يعني الحرارة بتعلى، بس ليه؟ درجة الحرارة دي مش مطلوبة أصلا. هنا في تدفئة أرضية،
وإحنا ركبناها من مواسير بولي بروبلين، وده مش صح، بس هي شغالة. يعني الغلط بس في السعر من وجهة نظري، لكن غير كده كل حاجة شغالة ومفيش أي مشكلة. إحنا صابين الخرسانة وغطيناها بكل حاجة ممكنة. هنا في شوية ألواح بتجف، والكونتر بيتساوى لأني محتاجه لمشروع تاني خالص. وكمان التدفئة الأرضية شغالة هنا. الجو دافي في البيت وعاجبني. أما الدور التاني لسه، إحنا مش مشغلين تدفئة هناك. كل اللي حصل هناك بس إننا ركبنا شباك السقف. الغرفة دي أصلا بتاعت ليفين، بس دلوقتي أنا قاعد فيها مؤقتا عشان هي مريحة. يعني هنا دافي وفيها سرير أكبر، وكده أريح بكتير من إني أعيش في الساونا. بصراحة هنا درجة الحرارة ثابتة. من ساعة ما شغلنا التدفئة كل شوية بحس إن المكان هنا أسخن من باقي البيت، وبيبقى نفسي أطفي السخان، لأني تقريبا شهر ونص كنت عايش هنا مع سخان كهربائي. ولما كانت الحرارة كده كنت بحس إني هصرف كهرباء على الفاضي، وكنت قلقان إني هدفع كتير، لأني فعلا بدفع كتير على الكهرباء. ده ريموت شباك السقف بجد، وكمان ممكن تفتحه بالريموت. لو نسيت تقفله وبدأ المطر ينزل هو هيتقفل لوحده. في حساس مطر، ولو في تلج نفس الحكاية. طيب يا نهار أبيض، شايف ازاي بتتفتح؟ مش باينة خالص. شوية كده بس، من هنا دلوقتي باينة، وهنا شايف مش كده. وريني. طيب هنتسلق دلوقتي، هتشوف. خلاص الجو برد فجأة، الجو برد على طول. يبقى نقفل. ايه؟ اسمع، مفيش تكنولوجيا عشان يتفرج. كانوا بيطوروا. هو مش عاجبه الحتة دي هناك. كل حاجة هناك كله بيطوروا له، لحد لمبة الإضاءة. أنا عندي إيد أمدها لك. شايف؟ كل حاجة معزولة كويس. كل المحيط ده معمول أكتر لعزل الصوت، بس زي ما أنت شايف كمان بيمسك الحرارة كويس. على فكرة هنا دافي وحلو بس حر. بقالي كتير مدخلتش هنا، وعشان كده الشغل كله تحت دلوقتي. كمان المكان مش متعزل كويس. يعني كده هو دافي هناك جامد وبيمسك الحرارة كويس، وعندك غلاية قوية فعلا. غلاية؟ الراحة في كيميروف والسيبيريين بيعملوها كويس وبيعرفوا يسخنوا، ودلوقتي البيلاروسيين كمان. أيوة. ايوه شغاله، هي شغاله. بص اهو، زي ما بقول لك نشوف. بصوا. طيب يلا نختار الابيض. ايوه بصوا، لو حصل حاجه هتقفل على طول لو قفلت. انا غلطان ومستغرب ازاي الشباك بيتفتح. طيب هنا أنا شايف مفيش حد عمل حاجة خالص. أيوة اتعمل اتعمل اتعمل، بس مش اللي كان المفروض. أيوة، يعني باختصار مفيش حاجات كتير اتغيرت هنا. في ماسورة ظهرت، أيوة، بس ما كانتش هنا ولا واقفة بالشكل الجميل ده. أيوة الممر بقى أحسن شوية. دي ورشتك صح؟ أيوة، للأسف دلوقتي هي ورشة بس. هنا كنت بشتغل على الطلبات بتاعة القص بالليزر وبشيل الزوايد، وزينت شوية حاجات يعني. أيوة، وكمان عملت ستريم من هنا على فكرة، وعدى تمام وخلاص. يعني ده كل اللي حصل. وكمان الناس بعتولي تبرعات. بصراحة كان لطيف. طلعت الستريم مش صعب زي ما كنت فاكر. يعني بصراحة كنت دايما فاكر ان اعداد كل الحاجات دي صعب جدا، بس طلع الموضوع عادي وفهمت كل حاجة. بس شايف هناك في شقوق باينة. فعلا. وايه ده؟ شرط حبيبي اس؟ لا بجد، ايه ده يا جدعان؟ كان في اعصار لما كان في هوا. انا قلت هو فين ده كده، وبعدين ده يعني كان اسوأ. عشان هنا حاولت اضبط ده، يعني المسدس اتكسر بشكل واضح. ايوه شوية. عشان الحيطة دي كانت بتتهز، لاني لسبب ما كملتش كل حاجة. ومفيش هيكل من الناحية التانية،
هناك مفيش هيكل، الخشبة بس هي اللي مسكت الاتجاه عشان يكون عندي مدخل أو مخرج احتياطي. وهنا الحتة دي بعدت، وهناك شايف بتنور. على فكرة بتنور هناك. لا، ده سخان قوي جدا. أيوة، هنا الجو دافي برضو. أيوة صح، لازم أحط فوم. أنا لسه شاري الفوم دلوقتي. فعلا الهوا داخل جامد. يا نهار أبيض، حلو إننا جينا نسمع معاك. دلوقتي بقيت عارف حجم الشغل اللي قدامي أكتر كمان من اللي كنت متوقعه. بس ده عادي. في حتة هنا كده كل حاجة بتهتز. تعال هنا، هتشوف ليه كل حاجة بتهتز زي ما بتقول. الشقوق هناك. بص، هأشاور بإصبعي عشان مش كل الناس هتشوف. هناك الشارع. هي هنا برضو، يعني أنا شايفها من هنا. يعني التهوية ضرورية في المباني دي، لازم تهوية. أهو عندك التهوية، كله تمام، مفيش تكاثف. الكل كان بيقول كده ومفيش فعلا. على فكرة مفيش أي تكاثف خالص. بس كنت أحب يكون في تهوية متحكم فيها، مش زي اللي في البيوت الخشب. ده مش بيت خشب. هو أنا بنيت البيت من أجل البوليسترين ولا إيه؟ يعني البيت كويس ولازم أبدأ أشتغل. وكمان الدور التاني، الحوائط دي كلها لازم تخلص. طيب إمتى هتبدأ؟ أنا عايش من غير راحة، عشان كده أنا مش عارف إمتى النهاردة، ولا عملت عندك حاجة لسه، لأني مشغول بيك. لو لأ كنت اشتغلت من زمان. عندي مشروع، لو محتاج أي حاجة هناك يمكن أساعدك في حاجة. أنا بحب أعمل كده. أنت بتحب تساعد في جمع المواد. كل حاجة موجودة، فعلا كل حاجة موجودة، المواد وكل حاجة. بس محتاجين نشتغل وخلاص. يلا نرغي دلوقتي على فكرة. يلا نرغي. 48 ثانية. كده البيت بقى متين. أوه، ايه اللي سال كده؟ ما ينفعش يسير لوحده يا بيت. كل حاجة محكمة هنا أهو. السقف ده متين ازاي؟ يمكن من الإعصار أو التكاثف، أظن كده. عارف، جوه هناك. استنى، ازاي تكاثف؟ لو كده كان هيبقى في السقف كله. هشوف كمان حتة. مبلول. بس هنا في حتة واحدة، يمكن كنت متوهم. أيوة، لأ، الهوا بيجي بطريقة غريبة. طيب لازم نسدها دلوقتي. أيوة، اديني الورقة. أيوة، هو ده الموضوع، وأنا كنت فاكر إيه اللي بيحصل. هنحلها دلوقتي. بجد هنا كأن في فتحة فعلا، وأنا فتحت. اسمع، لو هتحط فوم هنا هيبقى في مكان هنا هيفضل فيه تكثف، هيتبخر هناك، في تهوية هناك. أيوة فعلا. تعالوا نشوف مع بعض. مفيش أي مكان تاني حصل فيه تسريب. أنا مش شايف. وسؤال للخبراء، ده ضعف نظر عندي يا شاكوسياك، ولا فعلا مفيش تسريب؟ فاكر اني هعرف اعملها وعندي شوية معلومات، بس شايف انت كمان. ايوه، دول كلهم عصافير. ايوه، عصافير واقحة وتخينة، غالبا على عربيتك يا عم. الريح جاية في الاتجاه ده بالظبط.
انت شايف احسن مني من هناك، بس بجد غريبة ان الهوا ما طيرشش حاجة بره. لا، انا شايف كويس ان حوالين العمود في فراغات من كل ناحية. على الشمال عندك العمود وفي فراغ، يعني تقريبا كله مفتوح. ايوه، انت كنت بتوفر الفوم. طبعا، اعمل ايه يعني؟ بيفتكروا ان الحاجة المجانية اي حاجة مجانية، يعني كده بيكسروا القواعد، وده كارثة. ده لازم يتفك لوحده. طيب وانت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اشيل العش من ورا العضو هناك. يعني فهمني، الخشب مؤقت، مفيش حاجة دايمة. تقدر تدعم القناة عن طريق خدمة بوستي، الرابط تحت الفيديو، وأغاني ياشا كوشياكا تقدر تدعمها كمان على يوتيوب من خلال زر الرعاية. يعني دلوقتي الرغوة باردة جدا. على فكرة الرغوة فعلا باردة، لما بتتمدد بتتولد وبيطلع منها برد. يا ريت تدوسوا لايك. اشتركوا في قنوات أغاني ياشا كوسياك وقناة باتينا وبيت كونستانتين، واشتركوا في جروب اليوتيوب وفي كونتاكتي وتيك توك ودزين، كل الروابط تحت الفيديو. اضغطوا على الجرس وهبلغكم بكل جديد. ربنا ينشر السلام في العالم كله. شكرا. أنا هغرق هنا في التواليت، هتضطر تطلعني بنفسك. مش هعمل كده. يلا خلاص، أنا بصور. نسيت كنت عايز أقول إيه. يعني باختصار، يا نهار، شايف كل حاجة، الدنيا بايظة. أوه، ما ينفعش أقول كده. استنى، في موتور. قول أو أي حاجة. موتور، يلا بينا. شايف كل حاجة، يا نهار، الدنيا اتشقلبت، السقف طار. مش بس أنا اللي عندي مشاكل مع كل المباني بتاعة الإكسبريس دي، حتى الحمام كمان في نفس الوضع. قالوا إنها كانت متثبتة على الفوم والسيليكون بتاع الشبابيك مخصوص يا صاحبي. كل ده حصل عشان انت ما استخدمتش البينوبلكس. لا، ده فعلا معمول منه.